راجل عربي مشرد في شوارع امريكا. انا اتصدمت من جنسيته لما عرفتها. طب ليه ما رجعش لبلده الاصليه تاني؟ وازاي بقى مشرد بالمنظر ده في الشوارع ومالوش بيت ومحدش بيسأل عنه؟ وايه اللي حصل له خلاه يبقى بالمنظر ده؟ وعايش فين في المكان اللي هو فيه؟ وحتى حاجاته اليوميه ممكن يكون بيعملها فين؟ انتشرت اخبار كتير عن واحد عربي مشرد في شوارع امريكا، وناس حاولت تعمل لقاءات معاه، وفعلا واحد من البلوجرز عرف يعمل لقاء معاه ويتكلم معاه ويجيب كل التفاصيل منه. الراجل ده اسمه احمد، عايش مشرد في الشوارع في امريكا، وده رغم انه عاقل جدا وعارف يتكلم كويس جدا وعارف كل تفاصيل حياته وعارف هو بيعمل ايه. بس ايه الفكره في ان هو يفضل مشرد طالما هو عاقل وتفكيره كويس؟ احمد شاب مواليد 1980، كان عايش عادي جدا في بلده ومع اهله، وعنده اخوات واب وامه كلهم عايشين مع بعض لحد ما قرروا الهجره لامريكا. وفعلا الاسره كلها هاجرت امريكا وقعدوا هناك فتره طويله بعد ما عاش 27 سنه في بلده. سافر هو واخواته وفضلوا عايشين هناك، وكانت حياتهم مستقره كأب وام واولاد عايشين. عنده 7 اخوات، 3 بنات و4 اولاد، وكلهم كانوا عايشين حياتهم كويس جدا، وكل واحد فيهم كان شغال شغلانه كويسه. لحد ما احمد سنه كبر وبداوا اهله يناقشوه في موضوع الجواز، لكن هو ما كانش عايز يتجوز ولا كان عايز يشيل اي مسؤوليه لواحده ست في حياته زي ما هو قال. قرر ان هو يعيش حياته بمزاجه، لكن اهله فضلوا ضاغطين عليه وكانوا عايزين يتجوز. بما انه في امريكا فكان سهل جدا ان هو ينفصل عنهم ويقعد لوحده. فعلا بدا يعيش حياته وكان شغال شغلانه محترمه جدا، والفرق بين بيته وبين شغله 5 دقايق. ورغم كده جاب عربيه وكان عنده شقته وعربيته، وحياته بدات تستقر بس من غير جواز. فضل يعلى ماديا عادي جدا لحد ما وصل لمستوى من الاستقرار المادي اللي يخليه يقدر يعيش بقيه حياته كويس. وكان بيسال على اخواته وابوه وامه من وقت للتاني، لكن فضل فتره بعد كده اتشغل في حياته وما بقاش يسال عنهم خالص. وفي مره من المرات احمد كان راجع بيته عادي جدا، وجاله تليفون من اخواته وبيقول له والدتك اتوفت. ودي كانت المكالمه اللي كسرته، وفعلا ما بقاش عارف هو بيعمل ايه، لدرجه ان هو لما رجع على البيت رمى مفاتيحه ومفاتيح البيت ومفاتيح العربيه ونزل في الشارع بيجري من غير اي تفكير في اي حاجه، وما كانش عارف ولا مدرك هو بيعمل ايه، لانه بقاله فتره ما شافش والدته وكان نفسه يشوفها. لكن والدته فرقت الحياه من غير حتى ما يودعها. نزل بيجري في الشوارع وهو سايب كل حاجه، وقرر في وقتها ان هو ما يرجعش بيته تاني، وفي اللحظه دي بقى هوملس او مشرد. فضل مشرد في الشوارع وبيجري في كل حته شويه وملوش مكان ثابت معين، لحد ما استقر في مكان في الشارع وما بقاش عايز يشوف اي حد ولا يرجع لاي حد ولا يرجع حتى لاهله ولا يقول لهم اي حاجه، لانه من ساعه ما سمع خبر الوفاه وهو ما بقاش مدرك هو بيعمل ايه. استقر في مكان في الشارع وبقى يروح ويجي عليه كل يوم، وقرر ان هو يقضي بقيه حياته في الشارع، وفعلا كان بيعمل كل حاجه في الشارع. البلوجر لما عمل معاه اللقاء لقى معاه عربيه فيها شويه زرع وشويه حديد، فكان بيساله الحاجات دي بتعمل بيها ايه؟ قال له الزرع اللي قدامه ده هو بيحاول يزرعه في المكان اللي هو قاعد فيه في الشارع عشان يبقى مكان شكله كويس، يعني كان بيهتم بشكل المكان اللي هو قاعد فيه رغم ان هو قاعد في الشارع. كان معاه جردل تاني كان بيسقي منه الزرع، وفي نفس الوقت بيملى الميه دي ويستحمى عادي جدا. ورغم ان حياته بقت في الشارع ودقنه طويله، الا ان هو مهتم جدا بنفسه وعارف هو بيعمل ايه كويس ومدرك لكل حاجه بيعملها. بس من ضمن الحاجات الغريبه اللي لاحظها البلوجر ده وهو واقف معاه ان واحد شرطي كان جاي بيزعق له وبيقول له امشي من المكان ده. ولما جه يتكلم مع احمد كان سوي نفسيا جدا وبيقول ان هو ده شغله وهو لازم يعمل كده، عشان انا ممنوع من دخول بعض الاماكن، لان في اماكن ما ينفعش يخشها المشردين. وكان متصالح مع نفسه جدا وعارف ان هو ما ينفعش يخش الاماكن دي. احمد بلده الاصليه الاردن اللي عاش فيها 27 سنه مع اهله. ولما ساله قال له انت ليه ما ترجعش بلدك الاردن تاني عشان تعيش فيها وتكمل حياتك طالما مالكش حياه هنا؟ قال له ناس كتير حاولت تتكلم معايا في الموضوع ده، بس انا من الاخر مش عايز ارجع بلدي تاني ولا عايز يكون لي سكن هناك، وانا عايش حياتي هنا شغال. قال له طب انت مصدر رزقك هنا ايه وبتشتغل ازاي؟ قال له انا بشتغل مع اي حد عايزني اعمل له حاجه، يعني ممكن يكون واحد فاتح محل وعايز اعمال صيانه في حاجات معينه انا بروح واعملها له. ورغم ان البلوجر ده حاول يديله فلوس وحاول ان هو يقول له طب ما تروحش ميعادك النهارده وانا هديك مبلغ اليوم اللي انت عايزه، لكن الراجل ده رفض لانه عنده مبدا. قال له ان هو لو اداله فلوس لمره واحده فالراجل التاني ده زبونه وبيطلبه على طول وما ينفعش ان هو يخسره، وحتى لو فلوس النهارده هياخدها فهو عند كلمته مع الراجل ده لانه اداله كلمه. واحد زي ده بعقليته دي وهو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه ومركز في كل تفاصيل حياته، ايه اللي يخليه يفضل قاعد في الشوارع مشرد بالمنظر ده؟ لما اتسال السؤال ده قال ان هو ما كانش عنده استعداد ان هو يتحمل اي مسؤوليه ولا يعيش في اي بيت، لان حياته بالمنظر ده كانت عاجباه بعد ما والدته فرقت الحياه. قبل ما يتنقل امريكا كان شغال في الاردن في المطاعم، وكان كويس جدا في شغله في المطاعم، واتنقل من فندق للتاني. وفعلا لما وصل امريكا اشتغل الشغل اللي هو بيحبه، واخواته كمان كانوا شغالين في المطار وكلهم كانت الحياه مستقره بالنسبه لهم. لكن لما في لحظه عقله رفض فكره ان امه ما تكونش موجوده، رفض الحياه كلها وما كانش عايز يعمل اي حاجه، فضل مشرد بره في الشوارع دي ومش عايز يرجع لاي حاجه. لكن الفتره الاخيره اخواته حاولوا يتواصلوا معاه وحاولوا يقولوا له ارجع، وهو كان فعلا بيفكر في الموضوع ده وبيفكر ان هو يرجع
يرجع لاهله وحياته بعد ما قعد فتره طويله بعيد عنهم ومشرد في الشوارع. الفيديو ده بيقول لنا انه حاجات كتير ممكن تحصل لنا في حياتنا، بس الاهم انك تكون مركز في كل قرار بتاخده. حتى لو في حاجه صعبه حصلت لك في حياتك، فالقرار اللي هتاخده دلوقتي هو قرار مصيري بالنسبه لحياتك دي، ومحتاج انك تركز فيه كويس جدا عشان ما يتبنيش عليه اخطاء بعد كده تقول يا ريتني كنت عملت. واكيد اي حد بيفارقنا بيبقى الموضوع صعب جدا علينا، بس محتاجين نركز في وقتها في قرارات حياتنا كويس قوي، لانه في الاخر ما ينفعش نبعد عن اي حد بنحبه في وجوده في حياته عشان ما نلاقيش فجاه خبر بيقول لنا ان هو فارق الحياه واحنا بعيد عنه. ولو طبعا ده كان حصل، فحاول تلم الباقي من عيلتك وتقعد معاهم اطول فتره ممكنه. انا عادل مجدي، شير كتير للفيديو ده عشان كلنا نرجع لاهالينا ونسال عنهم ويسالوا عننا ونعيش معاهم، لاننا ما نعرفش اللي جاي ايه ومش عايزين نبقى مشردين في اي حته. واكتب لي رايك في كومنت في اللي عمله الراجل ده، يبقى مشرد في الشوارع دي ولا كان غلط.